بنحبها ونحب سيرتها، ونحب خالص كل شي فيها. سبحانه مولاي خالقها، جمل وأبدع في معانيها. بنحبها ونحب سيرتها، ونحب خالص كل شي فيها. سبحانه مولاي خالقها، جمل وأبدع في معانيها. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. يا لايبي بالله لا تلومي، حتى تجرب لوعتي فيها. بنحبها ونحب سيرتها، ونحب خالص كل شي فيها. سبحانه مولاي. انا دايما طبعا معايا في وانا ماشي معايا جي بي اس، وناس كتيره معاها جي بي اس. دلوقتي الناس معاها جي بي اسات في الموبايلات وجي بي اسات عاديه. انا طبعا معايا ما بعتمدش على الجي بي اس بتاع الموبايل اكتر، ولو ان ليه بعض المزايا مختلفه صغيره فنيه شويه، لكن انا معايا الجي بي اس بتاعي بتاع الهايكنج، شايله معايا ما بطلعوش كتير. ليه؟ لاني في الظروف العاديه انا الهايك انا كده كده اصلا بتمشى، بحاول استمتع طبعا بالجو، وفي نفس الوقت ايه مسجل الطريق بتاعي وانا على الجي بي اس. لو احتجت ظروف ان انا لا قدر الله اي ظرف بطلعه، بص انا مثلا ممكن ارجع ازاي، ممكن انا فين، بحيث احدد مكاني واحدد ان انا المكان اللي رجعت فيه، لان بيسجل التراك بتاعك عشان بالظبط وترجع على نفس الطريق. الجي بي اس او البوصله طبعا مهمه جدا برضو، طبعا معايا بوصله لازم. وسائل اللي هي بنستخدمها عشان نوصل للمكان اللي احنا عايزينه او نرجع للمكان اللي احنا عايزينه او كده. مش اهميتها ما تقدرش تعتمد عليها في كل حاجه، لان في اعتمادك على اهم حاجه في الحياه السرفايفل بالذات او المهارات البقاء هي عقلك. العقل لو استخدمته كويس هو ده اللي هيخليك تعرف تستخدم كل الادوات المتاحه حواليك كويس. بالنسبه للمشي، قرار المشي اصلا في الجبال او الصحراء متعلق اكتر ب انا همشي اساسا ولا لا. طب اختيار ان انا همشي اقوم مكاني او هسيب المكان، افرض ان انا كنت جنب مثلا طياره، او كنت مع طياره، او كنت مع عربيه، او كنت مع مجموعه في حته او اتوبيس او حاجه، والمكان ده عطل، انا ما ينفعش زي ما قلنا، ما ينفعش ان انا اسيب المكان ده وامشي، لازم اقعد جنبه. طالما لان هو ده المكان اللي ممكن لو حد هيدور على حاجه هيدور عليه بالعربيه دي، او يدور عليه بالاتوبيس ده، او يدور عليه بالطياره دي. لكن افرض الظروف خلتك تقدر تمشي، لما انت ماشي اصلا انت عامل هايكنج، اصلا عامل في الجبال في كاترين مثلا نفترض، او جاي تتمشى هنا في مكان زي كده، بس بتمشى لوحدك، هتبتدي تاخد قرارات المشي دي مفيش مشكله فيها، لازم تكون عارف هتمشي ازاي وهتمشي فين وهل هتمشي ليه. لان انا ممكن امشي عشان خاطر مش لازم اوصل عشان اوصل لمكان، مش لازم اوصل للمكان اللي انا كنت فيه اصلا، او مكان امان بيسموه مكان سيفتي، او مكان امان، مكان بلد، مكان فيه ناس. ممكن امشي عشان ادور على الميه، ممكن امشي عشان ادور على اكل، ممكن امشي عشان المكان اللي انا فيه اصلا شايف ان هو فيه خطوره عليا. المشي ليه قوانين معينه، اهمها يعني ان انا وانا بمشي ما ينفعش امشي كده في صحراء مفتوحه كده، لازم اكون محدد حاجه اسمها لاند مارك او علامات. وليكن مثلا شايفين هنا مثلا بالنسبه لنا الديست والمغرفه، او الديست هناك واضح جبل صغير، بحدد العلامه دي وابتدي اتحرك عليها، هلف يمين شمال اتحرك، المهم ان انا شايف العلامه عاليه. لو العلامه اختفت عني وبدور بطلع على حاجه عاليه الاول،
دايما احسن مكان ان انا ادور على المكان اللي انا عايزه، ان اعمل نافيجيشن او ادور على الملاحه او ادور على المكان ده، يعني ان انا اطلع على مكان عالي. ممكن انزل اماكن اللي هي لو في وديان مثلا، ممكن انزل تحت في الوديان دي لو انا شايف ان تحت امن، او شايف ان انا هقعد اريح في الظل او حاجات زي كده. احنا عاده في الحراره العاليه او في الصيف عامه، ومعظم صحاري مصر حتى في الشتاء بتبقى دافيه شويه بالنهار، بنحاول نتجنب ان احنا نمشي في وقت الظهيره او الوقت الحر كله. يعني بدايه مثلا من بعد الصبح مثلا بعد 8 9 يستحسن ما نمشيش خالص فيه لغايه قبل المغرب شويه، لان ده طبعا يعني بيبقى مهم اكتر لما يكون معاك نقص في الميه او مصدر الميه للشرب بيبقى صعب شويه. لو ان احنا برضه يعني من ضمن الحاجات اللي بنعلمها للناس برضه وبنتعلمها فكره انك مش بس تدور على ميه ازاي، ممكن تطلع ميه ازاي او تعقم ميه ازاي او تقطر ميه ازاي. الكلام ده كله لازم نتعلمه عشان خاطر لو ما فيش مصدر ميه مباشر اعرف اشرب منه. يعني لما باجي اتحرك في اماكن مفتوحه زي ما قلنا بحدد علامه واروح عليها. لو ما حددتش علامه ايه اللي ممكن يحصل؟ لو ما حددتش علامه اتحرك عليها ومكان واسع، في حاجه مشهوره جدا الناس عارفاها القديمه في الصحراء او اللي يعرفوا الصحراء كويس، حاجه اسمها رول اوف ديفيشن او الانحراف، قاعده انحراف. الانسان طبيعته وهو ماشي في اماكن مفتوحه منبسطه يعني جسمه بيتجه بينحرف. فكره اللي هي رول اوف ديفيشن او القانون الانحراف ده، الانسان بطبيعته وهو ماشي في الاماكن المفتوحه ماشي وبينحرف اتجاه يمين او شمال. في تفسيرات ليها كتير مش يعني متفاوته، لكن اغلب الناس اتفقوا ان هو مثلا معظم الناس بتنحرف يمين لان هو الانسان اللي هو الايمن، معظم الناس بتبقى ايمن يعني بيتحرف يمين، والايسر نفس كده اللي هو الاشول يعني بيتحرف شمال. ده ممكن يخليك تفضل ماشي وترجع لنفس النقطه بعد كام يوم، يعني هتفضل ماشي في دوريه في دايره كبيره، ودي مشكله. عشان كده بنعالجها ازاي؟ اساسا لو مجموعه كبيره بيبقى واحد معاه والتاني بيساعده، او لو واحد لوحده زي ما قلنا دلوقتي حددنا مثلا علامه لاند مارك او علامه هنروح لها زي ديست مغرفه، هتبقى قدامي عيني كل شويه، هبقى انا مهما انحرفت هرجع تاني للطريق اللي انا همشي فيه. حاجه تانيه مهمه جدا برضو في الاماكن المفتوحه او غير مفتوحه حتى او صحراء فاضيه او قاحله او كده، في مشكله مثلا لما انا اقدر ان انا هروح ديست مغرفه كده، انا قلت هروحه مثلا ده انا مقدره برؤيتي مثلا ان هو 2 كيلو مثلا بالرؤيه العاديه كده. 2 كيلو دي بتبقى رؤيه كاذبه. ليه بقى كاذبه؟ في فاكتور تاني او يعني قانون تاني بنعمله في الصحراء معروف جدا، او حتى في الجبال او حتى في اماكن كتيره جدا، انك بتضرب المسافه اللي انت حددتها دي في 3. يعني انا لو قلت هو 2 كيلو يبقى هو طبيعته هيبقى معدله في حدود 6 كيلو. دي قاعده مهمه جدا لان الانسان ليه برضو يعني ليه برضو حاجات طبيعيه ما نقدرش نتغلبها غير بالقوانين دي. بنعلم الناس الحاجات نحبها ونحب سيرتها ونحب خالص كل شيء فيها، سبحانه مولاي خالقها جمل وابدع في معانيها. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. يا لايبي بالله لا تلومي حتى تجرب لوعتي فيها. بنحبها ونحب سيرتها ونحب خالص كل شيء فيها، سبحانه مولاي خالقها. طب انت رايك ايه من الجماعه اللي بيجوا من مصر او مش من اهل المنطقه؟ المفروض يبقى معاهم حد يرشدهم او ياخد اي معلومات من الواحات البحريه من هنا قبل ما يطلع الصحراء،
ايوه ايه اللي المفروض يعمله وايه اللي المفروض ما يعملوش، ازاي يتعامل مع الصحراء، ازاي يتعامل مع العربيه، ازاي يتعامل مع كل حاجه بحرص جدا. مش اي واحد يعني هتجيبه وتقول له وديني هيوديك، بس في دلوقتي اللي هو طلع طبعا GPS وكده، فده سهل المأمورية كتير للناس، بس ده يضر في خطر طبعا. طبعا عايز واحد عنده الشواهد لازم الخبرة الأول وبعد كده GPS بقى. ايه والجبل ده ايه بالظبط. GPS مش كل حاجة مظبوط. مش اي حد طبعا هيخش الصحراء يقول انا سواق صحراء او دليل صحراء بس انت شخصيا برضه انا بتبقى دايما طبعا حاليا بالاضافه للشواهد الحاجات اللي انت العلامات الثابته الجبال معرفش ايه بتحتاجه بحكم الشغل اللي هو احنا فيه دلوقتي. يعني في الاول خالص زمان ما كانش اتعلمنا، ما كانش في عندنا اي حاجه خالص، ولا GPS ولا خريطه، الاتجاهات، الشمس بالليل، النجوم، الهواء كده يعني بالظبط. بس دلوقتي طبعا مع الاجهزه الحديثه بتختصر الوقت. ايوه بس ما لهاش دعوه بالامان. الامان في دماغك. لا الامان في دماغك، لازم تكون انت خبير. يعني ممكن الGPS ممكن يعطل منك. مظبوط. فلو عطل منك الGPS وانت ما عندكش الخبره يبقى خلاص انت كده مستني الGPS يعني عارف. معتمد على مكنه او بالظبط. وده انا قلت قبل كده الGPS ما ينفعش لوحده، وما تخليش الGPS يستعملك، انت اللي تستعمل الGPS، لان لو الGPS استعملك هيضيعك. جمل وابدع في معانيها، بنحبها ونحب سيرتها، ونحب خالص كل شيء فيها. سبحانه مولاي خالقها، جمل وابدع في معانيها. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. بنحبها ونحب ننظرها، هاللي تريح خاطري وعيني. يا لايبي بالله لا تلومي، حتى